اسماعيل محمد عباس. احكي يا اخوي. اسماعيل محمد عباس. وين داوم؟ أنا معوق، لا أداوم ولا ناوي أداوم. ابنك وين؟ أعتقد بالبيت. يا غبي، لا تضحك علينا. ابنك وين؟ قلت لك أعتقد بالبيت. ابنه بالحشد الرافضي. إذا تريدون سووا لي كتاب وماني أروح أبحث عنه وأقتل وجهكم. اسكت غبي. ابنه يداوم باستخبارات الحشد الرافضي، هو عنده موبايل، وانت تهمتك خلايا نائمه لتنفيذ اغتيالات بالحي العسكري. قتلوا. غبي. إعدام مع إيقاف التنفيذ. 6 دواعش شهدوا وشهود علينا على القرار. نحرم بالسيف. طبيت للبيت وطالعة معي قوة خوف. قلت هاي القوة كلها ورايا وأنا ما عندي شيء وعلى حكي، وقال بس نوصل اعطينا الموبايل مال ابنك وانت تبقى غادي وما عندنا شيء وياك، بس ابنك يعني إذا عنده شيء ما نهدم. شفت السيارات تقريبا بال10 سيارات أو 9 سيارات جايتها تاخذ موبايل. جتنا المداهمة مرة ثانية وجابوا معاهم أبو محمد. الولد ما جابوه، أبو محمد نظره وضاربيه ما يقدر يمشي على رجلينه ويمشي على رجليه الأخيرة، رافع رجلينه ويمشي. تسولفوا ما أعرف إيش تسولفوا، وأنا بالمطبخ أدحق عليهم. قالوا له طب عليها احكي معاها، احنا ندري إن اللي نريده احنا عدها. طبيت جوا قلت لها الصرصر فوق وينه؟ أشرت لها قالت لي راح برا، يعني طلع ما ظل بالبيت. أمان؟ قالت كله تمام. ما ظل شيء؟ قالت كل شيء ما. رجع معاهم، حاول معاه يحاول، ما ادري ايش حكوا معاه، اخذوه رجعوه معاهم. تكرم بلا حذاء بلا كل شيء. سدينا احنا عاد، هم راحوا واحنا سدينا باب الحوش. ما نعرف بيا ساعة النوب يرد يرجعون، ما نعرف. بيد عصابة لا تعرف الرحمة لا تعرف معنى الإنسانية، فظلوا يقتلون بي ويواني وما أدري شنو. جابوا يعين شاتلين وشتله أنا ما أدري، يعني بعدين شفت حتى بشريط مال بكيسي فارغ هاي الحديد زنجيل شاتلينه. اللي مطلوبه من عنده معلومات خليه ينطيها افضل. انتم الظاهر حبيتوا هذا المكان. اني موت ما اموتكم وترتاحون، يوميا اعذبكم. وانتم تدرون الدولة الإسلامية باقية، مفهوم لو لا؟ راح تشبعون تعذيب وتشبعون بسط بدون فائدة. أزدر غرب. ما أعوفك إلى أن تقول محمد وين؟ عرفت؟ واحنا ندري ذي بالحشد الرافضي. عليك. ثاني يوم يعني انتهت شغلتنا انه لازم نختفي. دزينا أسامة، قلنا لأسامة أنت اطلع، إحنا بسيطة، أنت اطلع بس نخلص من أسامة، لأن إذا راح يجي وما يلقى أسامة يعني هم راح يسوي لنا مشكلة، بس خله أمن على أسامة. أني بالليل اللي تطلع بيه تحركنا باتجاه الوادي، فبدأ علينا الرمي من كل مكان. زين، فدحج على الناس بالقاع استشهدت
أنا انهزمت، أنا شباب وحدي بالهمة والحيل. ماكو وراها يعني تقريبا 6 أيام 5. قلنا لأبو محمد احنا هسه من طلع سامة، وهذا كل فترة وفترة قال القاضي راح اجي اشيككم، دا اشوفكم ناقصين لا طالعين لا. زين ايش راح تقول؟ ايش راح تحكي؟ يعني من طلع سامة وظليت انت هم باشر ياخذك انت. هاي هي نتوكل على الله ونعوفها كل شيء ونمشي. طلعنا احنا هم الله سهلنا الحمد لله. هاي هي نتوكل على الله ونعوفها كل شيء ونمشي. طلعنا احنا هم الله سهلنا الحمد لله، وطلعنا وتواجهنا بعد تقريبا 2.5 سنين احنا ما متواجهين، وبالفترة الأخيرة حتى الاتصال انقطع. أول ما استقبلته ورا 2 سلمت عليه عادي، قال أمي روحي امشوا معي يعني على مود يسهل. شفته كان زحم على الحاسبات وهذا، وعارف ربعه قالوا له هاي ما دام أخذ مجال دربها لك شوف وين المكان اللي تريدونه. ونقول انتم توكلوا لربيل وارتاحوا لما ان شاء الله ارجع ويصير شوف شلون رتبوا اموركم، وهذا بالنار بيصير خير ان شاء الله. هو عاد رجع راح مع ربعه شفتوا هذا، واحنا طلعنا توكلنا على ربيل. طبعا هو يظل بالدوام 4 أشهر 3 أشهر ما ينزل، يظل ويا جماعته. يقول هو يعني هسه اهلي صاروا الحشد، يعني الدوام مالي حتى ما تفوتني اي معركه، لازم انا بكل معركه مشارك. اليوم الثاني بالليل اتصلوا عليه جماعته، جماعه الوعي الاكبر، قالوا له مو باكر الفجر، يعني باكر بالليل راح نتجهز، بعد باكر الفجر نطب للشرقاط. وانه يصيح ويصفق ها ايش بيك خير، وانه يقول على الشرقاط مشينا. كيف؟ القطاعات اللي توجهت لتحرير قضاء الشرقاط هي ألوية الفرقة ال9 باعتبار كانوا لهم دور فعال في كل العمليات، والحشد العشائري اللي هو بداية تشكيله كان لواء 51 من صلاح الدين. لحد ما قبل تقريبا 2 أو 3 من بدء العمليات صار الرأي أنه لواء علي الأكبر باعتبار هذا اللواء مقبول وتابع للعتبة الحسينية وبإشراف المرجعية أنه يشترك ضمن قاطع العمليات. فكلفني اللواء علي الحمداني رجل آمر اللواء علي الأكبر آنذاك ولا يزال أنه آخذ قوة باعتبار اللواء عنده قوة من سكنة تلك المحافظة، محافظة صلاح الدين، ومن أهالي الشرقاط بالذات ومناطق المحيطة به القضاء اللي هي تلو الباج وغيره. قوة اللي هي قوة شمر الآن قوة النمورة حاليا بقيادة شيخ حمود. واتفقنا ليلا أنه الواجب يكون بإشرافنا، بإشراف عمليات الحشد الشعبي، وممثل قيادة العمليات والمشرف على عمليات الشرقاط اللي هو اللواء علي الأكبر، وأنا ممثل يعني عن اللواء ومشرف على العمليات في وقتها. يعني طابع العدو أو طبيعته بالمعارك يستخدم العوائل كدروع بشرية، ولكن تدري احنا في المعارك يوجد طيران مسير، يوجد المصادر الموجودة اللي ذكرتها، فهذه يعني تدري أنت تتعامل بحذر، رغم أنه أغلب خسائر الحشد الشعبي هي بسبب هذه، لأنه أنت تتعامل مع الأرض وتتعامل مع العدو وتتعامل مع العوائل. أما الجانب الآخر العدو لا، يتعامل مع كل ما موجود هو عدو. في اليوم الثاني كانت مقاومة للعدو، ولكن العدو بدأ ينسحب باتجاه نهاية يعني الشرقاط، أو البعض أنه يتهيئ للعبور إلى الصفحة الثانية. طبعا الجسور اللي هي بالطريق يعني مثل جسر أم الشبابير، يعني أكو بعض المعابر بدأ العدو يفخخها.
اليوم الثالث عبرنا جبل الزوية وأطراف المسحق، وهذه كلها يعني تحررت بالطريق شيء فشيء، إضافة إلى القطاعات المرابطة اللي كانت على يمين ويسار الشارع، الطريق المؤدي من صلاح الدين باتجاه الموصل، أنه أيضا هذا الخط تأمن. في اليوم الرابع تقريبا اللي هو اليوم الأخير أكملنا ووصلنا إلى المقامية وأعلنا يعني انتهاء العمليات وأعلنا النصر وتحرير قضاء الشرقاط بالكامل. أنا طبعا أشكركم جميعا موفقين مسددين، جزاكم الله خير على تنفيذ الواجب وتطهير جميع القرى وتحقيق الأهداف المطلوبة وتطهير المنطقة بشكل كامل حسب الخطة اللي وضعت يوما. عشان تفرح به شيعة عالي الفازوا به، عشان تفرح به يا عافية يلا حيهم الله حيهم الله حيهم الله حيهم الله حيهم. فرحة عوائل الشرقاط بدخول القوات المحررة. أعتقد يومين أو ثلاثة اتصل بينا ونقول كملنا تحرير الشرقاط والحمد لله. بدت عاد المعارك، قاموا يمشون باتجاه الموصل، قرية ورا قرية، قضاء رجعوا على الحظر. طبعا هو بهاي الفترة يجي ينزل مجاز يبات ليلة، الثانية لو يقضيها لو الثالثة ما بيها مجال، اتصلوا بي عندنا معركة مشى. حتى قلت له ابني مشتاقين عليك، اليوم نوصل راح يصير 3 سنوات ما متواجدين، انت تجي لك يوم وتمشي. يوم 24/8/2017 شرعنا بالتقدم بعمق حي النور وحي السراي بالعمق، حيث اجتازينا بحدود 4 كيلومتر. خلال هاي 4 كيلومتر معارك ضارية من بيت إلى بيت، من شارع إلى شارع. طبعا دزوا علينا سيارات مفخخة، إحدى السيارات انفجرت من مدرسة، المدرسة كانت متخذة لمقر لفوج مالك العشتر مع لواء 37 مدرع. قدمنا 4 كيلومتر، استطاعنا أن ندحر العدو، قاتلناه، استولينا على أسلحة جدا كثيرة من العدو، خلف قتلى ومعدات، وبدينا نتقدم نحو حي النصر. وتقدم له أخذنا تقريبا جزء من حي النصر وتوقفنا ننتظر القوة، لأن احنا كنا مجتازين القوة أكثر من 500 متر طالعين من الجناح الأيمن من الجناح الأيسر. الجناح الأيمن كان فرقة الإمام علي والجناح الأيسر كان فرقة العباس. انتظرنا، تقدمت الجناحين، صرنا بمستوى واحد. بعد ذلك في اليوم الثاني اللي هو يوم 25 تقدمنا كملنا كامل تحرير حي النصر. الهدف المرسوم اللي هي منطقة القلعة قبل كل المحاور تقريبا، هنا حررنا هذه المناطق بالكامل. من التجأت القوات الصديقة اللي تمينا في مكان واحد، طلقة ما انضربت عليهم من كل الاتجاهات من كل المحاور، لأن احنا توسعنا. قال ظلنا بس الأعفر وظل الحويجة عود سهلة ونقعد نستقر إن شاء الله. بس سبحان الله أنا يعني قلبي لا تشمني، قبل لا تواجهنا أقول بس لا أروح بتل الأعفر. خابرته أني قلت له باكر امتحان، يعني عندك امتحان تروح على الامتحان هذا ايش يعني انت فهمه بالامتحان حتى ما تطلع له شغله، لان من تصير اي معركه هو عارف، وانا اريده بس يمتحن على مود الشهاده. انت تدري سنتين ضاعت وهاي نوت تبدي وانه يقول عاد خابرته اني وانه يقول اني اصلا طالع يعني ما راح امتحن. ليش ما تمتحن؟ قال والله جماعة المستشهدين جماعة لواء العلي الأكبر 5 وجرحى وصائر فوضى بربعي، وأني ماشي يابها معود ابني ما يصير، ويقول أنا ما أقدر أظل وربعي هناك فائر الدنيا. آخر اتصال هم كانوا بتل عفر، قال احنا ما شاء الله حررناها التل عفر وكملنا، يجوز باكر هيك نجي. هو اخباركم ما اخباركم؟ قلت والله كل شيء معكم.
أنت بس دير بالك ابني دير بالك، ترى الأعفر وعرة، ترى بيوت وما تعرفها أنت، مو ديرتك لا تعرف هذا من هذا، حيل دير بالك. قال أنت ما تفتخرين من يقولوا لك أم الشهيد؟ عبالك يعني يعلم أنه يستشهد، يعني يحب الشهادة. من بدت معركة تل عفر مخلي لهم وقت عبوات على الطريق وما أدري شنو، واستشهدوا 5 من جماعتهم، من ضمنهم الإعلامي سجاد نجم، وجماعتهم مصوبين كم واحد. الصبح جاني اتصال، أنا نايم أهلي تقول اقعد، هذا جهاد صديقه. يعني قلبي بلغني قبل لا هو هذا الولد يبلغني. رحت على أبوه قعدته، ما حبينا نخوفه، يعني قلنا له هذا الجماعة يريدونك، ما أدري يمكن محمد مصوب. قالوا ها جهاد شلونك؟ قال عمي خيرك. طبعا يعني قلبي حس، قلت له خيرك ها جهاد، ونقول له عمي ماكو شيء بس سنبل تصوب. قام عن فراشه، تا ما يحكي قدامي، أنا ظليت متابعته وراه، يعني شفته من قام ما قلبي ما مرتاح. سولف لي جهاد الصحيح، سنبل استشهد مو؟ وني يقول لي والله عمي سنبل استشهد. أنا ذي الكلمة سمعتها واضح، بساعتها ما أعرف إيش صار، ما أدري، وإحنا بغربة. هو كان حيل غالي علي. يوم 28 يوم الاثنين الساعة 4 عصرا ذعنا بيان النصر وأهدينا هذا النصر إلى دماء الشهداء، عوائل الشهداء، إلى المرجعية الشريفة. طبعا احنا بهاي مجمل العمليات أعطينا 5 شهداء، وانطينا بحدود 66 جريح. من ضمن هؤلاء الشهداء المجاهد محمد إسماعيل الملقب بسنبل، هذا من القوة الشمر، من أبناء العامة، من مكان قضاء الشرقاط. طبعا اشتركوا من بيجي، فالناس أبطال شجعان اشتركوا ويانا من معارك بيجي صعودا، واستشهد محمد إسماعيل في معارك قادمون يا تل عفر، مزجت دماهم مع دماء الأخوة في لواء علي الأكبر. عاملنا على تكرم حذاء رادوا ب20,000، يعني مثل عجبني أنا، يعني خفيف ومرتب وجديد. نقول لا بابا لا. قال له هذا بيش تحسب لي إياه؟ قال له هذا شوية مشقوق لازم تخيطه. قال له يا هذا بيش تحسب لي إياه؟ قال له 5000 دينار. يقول بابا هذا يعجبني، هو قصده يوفر لي 10,000 دينار. كان قلبه علي
كان قلبه علي حيل. أيها العراقيون الشرفاء، بعدما يزيد على 3 أعوام من القتال الضاري وبذل الغالي والنفيس ومواجهة مختلف الصعاب والتحديات، انتصرتم على أعتى قوة إرهابية استهدفت العراق بماضيه وحاضره ومستقبله. انتصرتم عليها بإرادتكم الصلبة وعزيمتكم الراسخة في الحفاظ على وطنكم وكرامتكم ومقدساتكم.